السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الإعدادي معاكم مكملين زي ما اتفقنا من أول السنة. احنا مكملين درس بدرس، وحدة بوحدة. النهاردة احنا رايحين لأهم نقطة فارقة عندنا الشهر الأولاني، امتحان شهر مارس. إن شاء الله نخش نقفل نجيب 15 من 15 بإذن الله. تمام؟ يلا بينا في المراجعة اللي هناخد فيها النهاردة. المحتوى بتاعها هيكون إيه؟ هيكون عبارة عن الأفعال المتعدية المفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر. هتبقى بناء الفعل المعلوم، بناء الفعل المجهول، الفاعل ونائب الفاعل. القواعد الإملائية اللي عندي هي كتابة الهمزة على السطر، واللمحات الأدبية والبلاغية، وأسلوب التوكيد والموسيقى في الشعر. القراءة تبقى الجوهرة المصرية، الشهيد محمد أبو شقرة، وحسن مصر المائي السد العالي، وجابر بن حيان، وثقافة النجاح. النصوص الشعرية عندي نص واحد اللي هو يبقى مصر يا جنة لإيه؟ الدنيا. نصوص الاستماع الوعي حماية وريادة الأعمال. تعبير الكتابي كتابة تلخيص القصة. وفي الآخر احنا عاملين لكم اختبار شامل حضرتك تقدر تحله وتطبق عليه قبل ما تروح الامتحان، وهو مطابق للمواصفات بإذن الله. وكمان في اختبار إلكتروني عبارة عن اختيارات في QR كود. هحط لك الملزمة بالكامل تحت الفيديو، حضرتك تقدر تخش تحمل الملزمة، تصور QR كود، تخش تمتحن الامتحان وتاخد درجتك وتشوف نفسك فهمت قد ايه وجمعت قد ايه من المادة. يلا بينا كده نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول ده جه في الأداء الصفي بتاع الكتاب، بيقول لك املأ الجدول التالي بما هو مطلوب. بيقول أعطت تاريخ مصر مكانتها. فين الفاعل؟ احنا متفقين ان الفعل أعطى اهو، واي فعل بنسأله بمن وماذا. نبقى متعودين دايما كده، اول ما اشوف الفعل اسأله بمن وايه وماذا. مين اللي أعطى؟ التاريخ، يبقى ده الفاعل. ماذا أعطى؟ أعطى مصر، يبقى ده المفعول به الأول. ماذا أعطى مصر مكانتها؟ يبقى ده المفعول به الثاني. يبقى الفاعل عندي هو كلمة ليه؟ التاريخ. المفعول الأول مصر، المفعول الثاني مكانتها. السؤال اللي بعد كده بيقول خرج المعلم من الفصل. خرج ده الفعل. مين اللي خرج؟ المعلم. ماذا خرج؟ مفيش إجابة، يبقى الفاعل عندي هنا كده إيه؟ المعلم. يبقى مفيش مفعول ومفيش مفعول به تاني، لأن ده فعل لازم، والفعل اللازم هو اللي بيكتفي بفاعله ولا يحتاج لمفعول إيه؟ به. السؤال الثالث بيقول كسى الربيع والأرض خضرة. كسى، مين اللي كسى؟ الربيع، يبقى الربيع فاعل. ماذا كسى؟ كسى الأرض، يبقى ده المفعول به الأول. ماذا كسى الأرض؟ خضرة، يبقى ده المفعول به الإيه؟ الثاني. رأيتك في الحديقة ماشيا. رأيتك الفعل اسمه إيه؟ رأى بس. مين اللي رأى؟ أنا، يبقى رأيت، يبقى هنا تاي الإيه؟ الفاعل. وقلنا كاف الخطاب دايما لو اتصلت بالفعل يا شباب، كاف الخطاب هاء الغيبة ناء الفاعلين، وياء المتكلم لو اتصلوا بالفعل يبقى هم المفعول به الأول. يبقى الكاف دي كاف الخطاب هي المفعول به الايه؟ الاول. طيب رايتك في الحديقه ده جر وايه ومجرور، ده مش ده المفعول. طب ماشيا هقول عليها مفعول تاني؟ ما احنا واخدين راى الترم اللي فات افعال تنصب مفعولين اصلهم المبتدا والخبر. طيب احنا قلنا في راى فيها مشكله، ايه هي مشكلتها؟ ان راى بتنصب مفعول واحد وساعات بتنصب مفعولين. طب امتى الفرق هنا؟ لو بتنصب مفعول واحد لو كانت رؤيه بصريه، رايتك انا بشوفك، انا بشوفك، يبقى هنا في حال مفيش مفعول بيه تاني. طب رؤيه قلبيه زي ما اقول رايت العلم نور، لان انا مش هشوف العلم. تمام كده؟ يبقى ماشيا دي حال، يبقى انا هنا ما عنديش مفعول به ايه؟ ثاني. اعطانا الله نعما لا تحصى، الفعل اسمه ايه؟ اسمه اعطى مش اعطانا. ان ده ضمير متصل. مين اللي اعطى؟ الله، يبقى الله هي الفاعل. وقلنا لو بين الفعل والفاعل في ضمير اللي هو نائب المفعول اللي احنا سائلين عليه، ده المفعول به الايه؟ الاول. ماذا اعطانا الله؟ نعما، يبقى ده مفعول به ثاني، لان اعطى فعل بينصب ايه؟ مفعولين. منح برضه فعل بينصب مفعولين. مين اللي منح؟ الله. ماذا منح؟ منح مصر. ماذا منح مصر؟ موقعا. امال فريدا تعرب ايه؟ تعرب نعت، والنعت بيتبع ما قبله في الاعراب، فده نعت منصوب. اهدى المعلم الطالب المتفوق جائزه. ادي اهدى الفعل. مين اللي اهدى؟ المعلم، يبقى المعلم فاعل. ماذا اهدى المعلم؟ قال لي اهدى الطالب. ماذا اهدى الطالب؟ جائزه. ما حدش يقول المتفوق، المتفوق هنا معرفه والطالب معرفه، ومعرفه ومعرفه نعت، ودي صفه للطالب، يبقى جائزه هي المفعول به الايه؟
الثاني. طيب منع الطمع الرجل الحقيقة، مين اللي منع الطمع؟ يبقى الطمع هي اللي فاعل. ماذا منع الطمع؟ الرجل. ماذا منع الرجل؟ الحقيقة، لأن منع من الأفعال اللي بتنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والإيه؟ والخبر. يقول حسب الخائن الكذب منجيا. حسب ده الفعل، مين اللي حسب؟ الخائن. ماذا حسب؟ الكذب. حسب الكذب إيه؟ منجيا، ده المفعول الإيه؟ الثاني. آخر جملة بيقول أسأل الله العفو والعافية. أسأل، مين اللي هيسأل هنا؟ أنا، فالفعل هنا ضمير مستتر تقديره أنا. ماذا أسأل؟ أسأل الله. ماذا أسأل الله؟ العفو. طب ليه ما قلتش العافية يا مستر؟ عشان هنا في حرف عطف، واللي بعد حرف العطف اسمه اسم معطوف، والمعطوف زي النعت بياخد إعراب اللي قبله، يعني اسم معطوف إيه؟ منصوب. التدريب الثاني بيقول أجب بما هو مطلوب بين القوسين. دي طبعا أسئلة التقييمات اللي جات لي على الدرس. خد بالك إن احنا مجمعين هنا كل أسئلة التقييمات، كل أسئلة الامتحانات اللي جت في كتاب الوزارة وفي التقييمات، بحيث إن أنا أخليك داخل على طول مش همك أي حاجة. ألبسه العلم مهابة كبيرة. ألبس، مين اللي ألبس؟ العلم. ماذا ألبس؟ ألبسه هو، فده المفعول به الأول. ماذا ألبسه؟ مهابة، ده مفعول به ايه؟ ثاني. طب بيقول لي اجعل الفعل متعدي مفعول واحد. ألبس ده يا شباب نخلي بالنا منه، أول ما أشوف ألبس ويقول لك خليه مفعول واحد شيل الهمزة. شيل همزة التعدية اللي هي في الأول، تبقى لبس. مين اللي لابس؟ الطالبة. ناخد المفعول التاني تبقى مهابة كبيرة. يبقى أنا كده حولته من إن هو بينصب مفعولين لمفعول واحد، يبقى لبس الطالب مهابة كبيرة، ده نعت. وهب الله الجندي سلاحا. بقول ثني المفعولين، فين المفعولين؟ مين اللي وهب؟ الله. ماذا وهب؟ الجندي. ماذا وهب الجندي؟ سلاحا. ادي المفعولين، عايز يخليهم مثنى، يبقى اقول وهب الله المفعولين. المفعول به بينصب بالفتحة لو كان مفرد او جمع تكسير، وبينصب بالكسرة لو كان جمع مؤنث، بينصب بالياء لو كان جمع مذكر او مثنى، وبينصب بالالف اذا كان من الاسماء الايه؟ الخمس. طب الجندي تبقى ايه؟ الجنديين. سلاحا تبقى سلاحين. طيب الجمله اللي بعدها بيقول البس الغني اليتيم حله. اجعل الفعل متعدي المفعول واحد، هي نفس الفكره اللي احنا قايلين عليها. ادي البس، مين اللي لبس؟ الغني. ماذا البس؟ اليتيم. ماذا البس اليتيم؟ حله. انا هنا هحذف الايه؟ الهمزه واحذف الفاعل، تبقى لبس. والمفعول به الاول هخليه فاعل، يبقى لبس اليتيم حلة. كده نصب مفعول ايه؟ واحد. أطعم الفقير الطيور حبا. اجعل الفعل متعدي المفعول واحد. أطعم، ادي الهمزة. مين اللي أطعم؟ الفقير. يبقى أقول ايه؟ طعمت الطيور، عشان الطيور مؤنث فلازم أحط تاء الايه؟ التأنيث. حبا. ألبس الصديق صديقه خاتما. اجعل فعل متعدي المفعول واحد، نفس الفكرة. ادي الهمزة هحذف. مين اللي ألبس؟ الصديق، احذفه. يبقى اقول لبس صديقه. هشيل الضمير من هنا يا شباب ونحط هنا ألف وايه؟ ولام. يبقى لبس الصديق خاتما. يبقى مين اللي لبس؟ الصديق. ماذا لبس؟ خاتما، ده مفعول ايه؟ واحد. التدريب الثالث بيقول عبر عن المعنى باستخدام افعال تنصب مفعولين. طلب الولد من اخيه معطفا. هو ايه الفعل اللي بيدل على الطلب؟ سأل. برافو عليكم. فقول سأل الولد، ادي الفاعل. سأل مين؟ اخيه. طب اخيه ده افعال اسماء خمسه، اسف، اسماء خمسه بتنصب بايه؟ لسه بتنصب بالالف، يبقى اخاه معطفا. نال العالم الجائزة من الدولة. نال يعني منح. مين اللي منح؟ الدولة. طب ما الدولة مؤنثة يبقى لازم احط تاء الايه؟ التأنيث، دي تاء التأنيث، يبقى منحت الدولة. منحت مين؟ العالم جائزة. وضع المدرب التعليمات للفريق. وضع يعني اعطى.
مين اللي أعطى؟ المدرب، ده الفاعل. ماذا أعطى؟ التعليمات. ليه التعليمات بالكسرة؟ عشان ده جمع مؤنث، وجمع المؤنث بينصب بالإيه؟ بالكسرة. أو أعطى المدرب الفريق التعليمات. بيقول اختر الصواب من بين البدائل التالية. كسى الأب ابنه ثوبا جديدا. المفعول به الثاني في الجملة فين؟ احنا اتفقنا هنسأل الفعل دايما بإيه؟ بمن وماذا. مين اللي كسى؟ الأب، يبقى ده الفاعل. ماذا كسى الأب؟ ابنه، ده مفعول به. ماذا كسى ابنه؟ ثوبا، يبقى ده مفعول به. يبقى عندي هنا مفعول أول ومفعول إيه؟ تاني. يبقى كلمة ثوبا. ألبس الطبيب المريض. ها؟ ألبس، مين اللي ألبس الطبيب؟ ده الفاعل. ألبس المريض مفعول به أول. ها؟ يبقى ده مفعول به ثاني منصوب. طيب، وبعديه جايب كلمة واقي، فنكرة ونكرة بعديها إيه؟ نعت منصوب. هل ده منصوب؟ لا. هل ده منصوب؟ لا. هل ده منصوب؟ هل ده منصوب؟ طب هقول معطفة ولا معطفا؟ لا، معطفا. ليه معطفا يا شباب؟ عشان هنا دي نكرة، والنكرة من ضمن اساسياتها ان هي تاخد التنوين، او من ضمن علاماتها ان هي تاخد التنوين، فمعطف هنا خليها ايه؟ معطفا واقيا. سقى الفلاح الارض. مين اللي سقى الفلاح؟ ماذا سقى الارض؟ ماذا سقى؟ سقى الارض، ده المفعول الاول، برضو ده مفعول به ايه؟ ثاني منصوب. يبقى انا عايز كلمه منصوبه. ها؟ ماء ما تنفعش. ماء ولا ماء؟ ركز بقى، احنا كان عندنا ايه في الاملاء؟ الهمزه المتطرفه، او الهمزه هنا بيقول لي القاعده بتقول ايه؟ لا تقع الهمزه بين الفين. يعني ما ينفعش نحطها بين الفين، يعني دي غلط عشان وقعت بين الفين. يبقى الاجابه عندي ايه؟ ماء. بل وهب الله عز وجل للإنسان عقلا. المفعول به الثاني في الجملة السابقة هو إيه؟ المفعول الثاني. وهب، مين اللي وهب؟ الله، أدي الفاعل. ماذا وهب؟ ها؟ الإنسان، يبقى أنا المفعول به إيه؟ أول. ماذا وهب الإنسان؟ عقلا. يبقى أنا عندي هنا كلمة إيه؟ عقلا هي الإيه؟ المفعول به الثاني. ها؟ بيقول أعارت المكتبة الطالب كتابا. الفعل أعارت في الجملة. مين اللي أعارت؟ المكتبة. ماذا أعارت؟ الطالب. ماذا أعارت الطالب؟ كتابا. يبقى عندي كده كام مفعول؟ مفعولين، متعدي المفعولين. طب ما أنا ما خدتش أعارت ده في الأفعال اللي بتنصب مفعولين. ما إحنا قلنا إن أي فعل ينصب مفعول واحد أو فعل متعدي المفعول واحد أقدر أخليه يتعدى المفعولين عن طريق همزة التعدية اللي بتتحط في الأول، أو تضعيف الحرف الأوسط. خلاص كده؟ يبقى ممكن احط شده او احط همزه التعديه. يبقى التضعيف او همزه التعديه بتخلي المفعول به او الفعل اللي بيتعدى المفعول واحد يتعدى لايه؟ لمفعولين. واللي بيتعدى المفعولين لو زودت له همزه يتعدى لثلاث مفاعيل. طيب، كسى الربيع الارض خضره، كسى الغني الفقير ثوبا. الفعل كسى في الجملتين على الترتيب. كسى، مين اللي كسى؟ الربيع. ماذا كسى؟ الارض. ماذا كسى الارض؟ خضره. كسى الغني، مين اللي كسى الغني؟ ماذا كسى الغني؟ فقير. ها؟ ثوبا. يبقى برضو هنا عندي ايه؟ مفعولين، وهنا عندي مفعولين. يبقى الاثنين هنا متعدي لايه؟ لمفعولين. التدريب الاول، دي تدريبات الواجب، حضراتكم هتحلوها وهنزل لكم الاجابات بعديها. تعال ناخد التدريب الرابع. بيقول ده تقييم الاسبوع الثاني في 2026 اللي احنا حليناه. بيقول اعطى الله، مش ده فعل؟ تعال نساله كده بمن وماذا. مين اللي أعطى؟ الله. يبقى الله أقول له لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. طيب، الكلمة الثانية اللي عايز أقربها كلمة حريصا. ها؟ فين حريصا؟ خدوا بالكم إن إحنا بنقسم القطعة دي الجمل عشان نعرف فين بداية الجملة وفين آخرها. عايز كلمة حريصا إيه؟ فكن. كن دي من أخوات إيه؟ كان. وكان بتعمل إيه؟ بترفع اسمها وتنصب خبرها. وكن ده فعل أمر، وفعل الأمر دايما الفاعل بتاعه أو اسمه لو من كان وأخواتها يبقى ضمير مستتر تقديره أنت. وعايز يقول كن أنت حريصا، يبقى دي خبر إيه؟ خبر كن.
خبر كون ماله؟ قلنا منصوب. منصوب بايه؟ قال لي وعلامة نصبه الفتحة. طب ليه الفتحة؟ لأنه مفرد. طيب وليستخرج من العبارة السابقة فعلا متعديا لمفعولين. ها، مين الأفعال اللي احنا بتعدى المفعولين؟ أعطى. طب ما تيجي نأكد مين اللي أعطى؟ الله. ماذا أعطى؟ الإنسان. ماذا أعطى الإنسان؟ عقلا. يبقى فعل اللي متعدي المفعولين أعطى. بين المفعولين او المفعول الثاني. المفعول الثاني لسه قايلين عليه ايه؟ كلمه ايه؟ عقلا. فعل مبني للمجهول وبين نائب الفاعل. تعال نرجع كده. فعل مبني للمجهول، قلنا الفعل مبني للمجهول هعمل فيه ايه؟ ادور على فاعل اوله ضم. ها، قال يكتب لك النجاح. هو ايه اللي هيكتب؟ يكتب اهو اوله ضمه. يبقى تاني اي فعل هيحط لي عليه ضمه في القطعه اعرف ان الفعل ده مبني لايه؟ للمجهول. ها، يبقى يكتب لك النجاح. يبقى انا عندي هنا فعل مبني للمجهول. ها، يكتب، وده فعل مضارع ضم اوله وفتح ما قبل الايه؟ الاخر. بين نائب الفاعل كلمه الايه؟ النجاح. طيب اجب بما هو مطلوب بين القوسين. اعطى المعلم التلميذ جائزه. اضبط او الضبط الصحيح. كلمه ضبط يا ولاد يعني العلامه، يعني احط ضمه او فتحه او كسره لما تحته خط مع بيان السبب. فهنا هعمل ايه؟ جائزه. هحط ايه؟ تنوين بالفتح. ليه؟ لان ده مفعول به ثان منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب في يوم العيد اعطى الامير الفقير طعام. صوب الخطأ. ها، في يوم العيد ما فيهاش اي حاجه. اعطى. اعطى ده بينصب ايه؟ مفعولين. مين اللي اعطى؟ الامير. ماذا اعطى الفقير؟ ماذا اعطى الفقير؟ طعام. يعني ده مفعول به ايه؟ ثاني. مفعول به الثاني ايه؟ منصوب. وطعام مفرد يبقى بالفتحه. يبقى الخطأ عندي هنا فين؟ كلمه طعام لازم تكون طعاما. طيب بناء الفعل المجهول. التدريب الاول بيقول اختر من بين البدائل التاليه. عوقب. عوقب ده فعل مبني للمجهول، فاللي بعده بيعرب ايه؟ نائب فاعل. ونائب الفاعل دايما ايه؟ مرفوع زي الفاعل. طيب ذا منصوبه عشان اسمها خمسه. ذي مجروره. قول ايه؟ برضه منصوبه ومجروره. يبقى انا ما عنديش غير ايه؟ ذو هي اللي مرفوعه. بقول وهبت علما. وهبت علما. اعراب علما. ها، وهب ده من الافعال اللي بتنصب مفعولين، فلما اجي ابني لي المجهول بحذف الفاعل واحول المفعول الاول لنائب فاعل ويفضل المفعول الثاني زي ما هو. يبقى علما هنا هتعرب ايه؟ مفعول به ثاني. شاهدت البرامج الرياضيه. عند بناء الجمله للمجهول قلنا هنعمل كام خطوه يا شباب لما اجي ابني المجهول؟ اول حاجه حدد الفعل والفاعل والمفعول. تعال نحدد كده. شاهد الفعل، تاء هي الفاعل. ماذا شاهدت؟ البرامج. قال لي الخطوه الثانيه احذف الفاعل. ادي الفاعل حذفته. قال لي خلي المفعول به نائب فاعل مرفوع. يبقى البرامج. اروح اغير الفعل بقى اشوفه ماضي ولا مضارع. شاهد ده فعل ايه؟ ماضي، والماضي بضم واكسر. طب لما اضم اوله واكسر قبل الاخر الالف دي تناسب، لازم تناسب حركه الضم تبقى اسمها ايه؟ شوهد. البرامج. طب البرامج مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى مش هينفع اقول شوهد، اقول شوهدت البرامج. شوهدت ليه؟ البرامج الرياضيه. يبقى انا عندي هنا ايه؟ الاجابه هي رقم الف. بقول محمد اكرم. نائب الفاعل اكرم. محمد اكرم. نائب الفاعل. فين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل يا ولاد بيجي بعد الفعل مش قبله. فانت هتقول لي هنا محمد. طب انا في محمد هنا؟ لا. يبقى الفاعل هنا ايه؟ ضمير مستتر تقديره هو، عايد على محمد. عند بناء الفعل صام للمجهول. صام ده فعل ماضي ومعتل الوسط يعني اجوف، فانا لو جالي فعل ماضي معتل الوسط بتقلب الالف او حرف العله ده لياء، فاقول ايه؟ صيما، مش صيما. صيما اكسر اوله ويقلب حرف العله ايه؟ ياء عشان تناسب الحركه. طيب بيقول ابني الافعال في الجمله الاتيه للمجهول وحدد نائب الفاعل. قرات التاريخ. الاربع حاجات، الاربع خطوات. حدد فعل
فاعل مفعول، احذف فاعل، اجعل المفعول به نائب فاعل، غير الفاعل. مين اللي قرأ؟ أنا. ماذا قرأت؟ التاريخ. احذف ده والتاريخ خلاها مرفوعة، يبقى التاريخ ضمة اهي، وهو ده نائب الفاعل، يبقى نائب الفاعل عندي كلمة الايه؟ التاريخ. طيب قرأ ماضي ثلاثي، ضم واكسر تبقى ايه؟ قرئ. خلاص كده؟ طيب مارس اللاعبون الرياضيات. ها، مين اللي مارس؟ اللاعبون، ادي الفاعل وادي المفعول. شيل ده. الرياضيات مذكر ولا مؤنث؟ الرياضيات. يبقى هنا الرياضيات هي الايه؟ نائب الفاعل. طيب مارس ماضي ضم، ها بس هنا رباعي، والرباعي بعمل فيه ايه يا شباب؟ الالف في الرباعي بتقلب ايه؟ واو، يبقى اقول ايه؟ مورست الرياضيات. يدير، يدير ده مضارع، مين اللي هيدير؟ المشرف. ماذا يدير؟ المصنعين. ها، يبقى المصنعين هتتحول لنائب فاعل تبقى المصنعان. طيب يدير ضم وافتح تبقى يدار، ونائب الفاعل بتاعي المصنعان. تطهو الأم طعاما لذيذا، مين اللي هتطهو؟ الأم، ادي الفاعل. ماذا تطهو؟ طعاما مفعول به، احذف ده وخلي ده نائب فاعل مرفوع يبقى طعام. طب ايه ده لسه استنى كده، ده انا عندي كمان كلمة لذيذ دي نعت، والنعت بيتبع ما قبله. طب ما انا خليت اللي قبله مرفوع يبقى طعام لذيذ. طيب تطهو ماضي ولا مضارع؟ ها، مضارع يبقى ضم وافتح. طب الام مؤنث والطعام مذكر والام كانت مؤنث يبقى ايه؟ يطهى. يطهى طعام لذيذ، ونائب الفاعل عندي هيبقى كلمة ايه؟ طعام. يفهم ذو الحكمة الدرسين، مين اللي هيفهم؟ ذو الحكمة. ماذا يفهم الدرسين؟ هنحذف ذو الحكمة اللي هو الفاعل والمضاف إليه، وده مضارع يبقى إيه؟ يفهم. ها، الدرسان عشان نائب الفاعل بيبقى مرفوع، يبقى الدرسان هي نائب الإيه؟ الفاعل. حسبت الامتحان سهلا، مين اللي حاسب؟ أنا. ماذا حسبت الامتحان؟ وسهلا ده المفعول الإيه؟ التاني، فأنا هحذف الفاعل يبقى الامتحان تبقى نائب الفاعل مرفوع، وسهلا تفضل زي ما هي مفعول به ثاني منصوب. حسب ده ماضي ضم واكسر يبقى ايه؟ حسب الامتحان سهلا، والامتحان هنا هي الايه؟ نائب الفاعل. يشرفني تكريم المجتهدين. يشرفني مضارع، مين اللي هيشرفني؟ التكريم. طب فين المفعول الاول؟ ياء المتكلم. ها، طب والمجتهدين مضاف اليه. خلاص كده، يبقى هو الايه؟ والمضاف ده هيتحذف مع الفاعل، لما الاقي الفاعل وبعدين مضاف اليه هتحذفهم مع بعض. طب ياء المتكلم لما اجي احولها هتتحول لايه؟ للتاء اللي هي تاء الفاعل، يبقى اقول ايه؟ ها، شرفت او يشر، هتبقى شرفت. معلش انا همسحها لكم، اكتبها لكم الاول. ها، تبقى هنا ايه؟ يشرفني تكريم المجتهدين. مين اللي هيشرفني؟ تكريم. خد بالك هنا في ملحوظه، الملحوظه دي بتقول لي ايه؟ اي فعل اخره نون وياء اللي بعده فاعل، طب فين المفعول؟ والياء دي هي الايه؟ المفعول به. خلاص كده، خلي بالنا من الملحوظه دي. يبقى انا هنا مين اللي هيشرفني؟ التكريم ده الفاعل عشان الفعل هنا اخره نون وايه؟ وياء، فاحذف الفاعل. ها، وتكريم المجتهدين ده مضاف اليه فيتشال معاهم لان دي مضافه فبيتشال مع المضاف. ها، يشرفني. ها، يبقى يشرف او شرفته، بقول ايه؟
والتاء هنا يبقى تاء الايه؟ الفاعل. طيب اكل الرياضي الفواكه الطازجه، مين اللي اكل؟ الرياضي. ماذا اكل؟ الفواكه، وهنا الطازجه نعت، فالنعت ده يتبع ما قبله. طيب الرياضي ده يتحذف، يبقى اقول ايه؟ ده ماضي. اكلات. طيب الفواكه دي ايه؟ مؤنثه، يبقى اقول اكلت الفواكه الطازجه. طب فين نائب الفاعل؟ الفواكه. يبقى هنا عندي شرفت او تشرفت. استخدم المعلم قلمين، مين اللي استخدم المعلم؟ ماذا تستخدم؟ قلمين. يبقى احذف المعلم، يبقى اقول ايه؟ قلمان في الشرح، عشان ده نائب الفاعل فيبقى قلمان. طب الفعل ماضي ولا مضارع؟ استخدم ماضي، يبقى ضم التالت واكسر قبل الاخر. استخدم قلمان. أعد الجمل التالية للمعلوم وحدد الفاعل. هنا بقى هيعمل إيه يا شباب؟ هيديني جملة مبنية للمجهول أنا هحولها لمبني للمعلوم. طب هعمل إيه؟ أول حاجة كده هبدأ أرجع الفاعل بتاعي اللي أنا حذفته، وأحول نائب الفاعل لمفعول به منصوب، وأرجع أغير في الفعل. يعني الأربع خطوات اللي كنا بنعملهم هنعكسهم. تصان ده مضارع، يبقى هتبقى يصون. مين اللي هيصون؟ المخلصون الحقوق. ويبقى الفاعل كلمة الايه؟ المخلصون. يبقى تصان الحقوق على ايدي المخلصين، ما الحقوق دي نائب الفاعل، انا هحولها لايه؟ لمفعول به، واحط الفاعل عندي اللي هو مين؟ المخلصين، تبقى المخلصون. قل اهدر الوقت فيما لا يفيد، يبقى اقول اهدر الطالب، حطيت الفعل من عندي اهو، الوقت فيما لا يفيد. طب فين الفعل بتاعي؟ الطالب. طيب هذبت الفتيات، فين الفعل؟ هذب. طب الفعل نائب الفاعل الفتيات ترجع مفعول به، يبقى اقول هذب الأب الفتيات تي، عشان ايه؟ جمع مؤنث على الحياء، ويبقى الفاعل هنا كلمة الايه؟ الأب. يبقى أنا هنا هحط فاعل من عندي. طب أنت اتزنقت في فاعل، حط تاء الفاعل، حط تاء الايه؟ الفاعل. أصلح القطاران، تبقى أصلحت أهو تاء الفاعل أهو، القطاران بعد تعطلهما. طب حد هيقول لي انا مش هحط تاء الفاعل واحط المهندس، اقول اصلح المهندس القطاران. طب القطاران مش هتنفع، لازم اقول القطارين عشان احولها لمفعول ايه؟ به. يبقى هنا فين الفاعل؟ تاء الفاعل اللي انا حطيتها. طب حد هيكتب المهندس، صح. يدار المصنع بكفاءة عالية، يدار فعل مبني للمجهول، يبقى يدير المهندس المصنع بكفاءة عالية. يبقى فين هنا الفاعل؟ المهندس اللي انا جبته من عندي. يحاسب العباد يوم القيامة، هو مين اللي هيحاسب العباد؟ الله، يبقى ارجع اقول يحاسب الله العبادة، مش العباد بقى عشان تبقى مفعول به، يوم الايه؟ القيامة. يبقى الفاعل هنا مين؟ لفظ الجلالة الله. استقبل الضيفان، مين اللي استقبل الضيفان؟ استقبل اي حد بقى، او استقبلت، هنخليها انا تاء الفاعل، يبقى استقبلت الضيفين. طب ليه قلت ضيفين؟ عشان ده مفعول به، هيرجع بقى من نائب فاعل لمفعول به منصوب. يبقى استقبلت الضيفين، يبقى الفاعل هنا ايه؟ تاء الفاعل، تاء الايه؟ الفاعل. ده برضو تدريب للواجب، وهنسيب لكم الحل بتاعه تكملوا عليه عشان نشوف انتوا فهمتوا ولا لا. تعال ناخد التدريب الخامس كده، وبيقول ايه؟ ده تدريب الاسبوع الخامس. تعالى اول حاجه كده احنا قلنا هنتفق ان احنا نقسم القطعه لجمل عشان نعرف الجمله تبدا فين وتنتهي فين عشان نبدا نتعامل معاها. تمام كده. طيب السد العالي، الجمله الاولى دي جمله اسميه ولا جمله فعليه يا شباب؟
السد العالي جمله اسميه يبقى السد مبتدا والعالي نعت. السد العالي ماله؟ قال لي احد يبقى ده الخبر. طيب هنا انا خلصت الجمله الاسميه يبقى ابدا افكر في ايه؟ في نعت ومضاف. نعت ومضاف. طب ده نكره اهو وانجازات معرفه عشان بعدها ايه؟ الف ولام فده معرف بالاضافه. ها يبقى انجازاتي فده يتقلب ايه؟ مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. طيب عبر. عبر دي بمعنى ايه؟ خلال. خلال ده ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وليستخرج من العبارة فعلا متعدي المفعولين. تعال ندور كده في الأفعال اللي بتعدي المفعولين. أعطى ومنح ووهب وكسى وألبس وسأل ومنع وحرم. سد عدد إنجازات المصريين في القرن العشرين وواحد من أهم المشروعات القومية التي أنجزت بسواعد المصريين عبر تاريخهم الطويل. وكما وهب. وهب أهو. مين اللي وهب؟ النيل. ماذا وهب النيل مصر؟ ماذا وهب النصر؟ خيرها. يبقى عندي الفعل متعدي المفعولين وهب. طب باين المفعول الثاني احنا قلنا مصر الاول يبقى خيرها الايه؟ خيرها الايه؟ الثاني. طيب فعل مبني المجهول انا لسه قايل ايه؟ انجزت بسواعد المصريين. طب فين نائب الفاعل؟ تاء دي تاء تانيث يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر. انجزت. نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. عايز فعل مبني للمعلوم وحدد الفاعل. فعل مبني للمفعول وحدد نائب الفاعل. طيب عندي هنا ايه؟ يحافظ. يحافظ على الماء. يحافظ على الماء ويحمينا من الجفاف. ادي يحافظ فعل مبني للمعلوم. مين اللي هيحافظ؟ المفروض النيل بس النيل مش هنا يبقى ضمير مستتر تقديره هو. يبقى اقول له هنا الفعل مبني المعلوم ايه؟ يحافظ. طيب حدد الفاعل ضمير مستتر. وبرده في فعل ايه؟ يمنحنا. مين اللي هيمنح؟ النيل برضه ضمير مستتر. ده او ده الاتنين صح. خبر للمبتدا احنا لسه قايلين كلمه ايه؟ احد الانجازات. باقي النوع. احد ده كام كلمه يا شباب؟ كلمه واحده. يبقى نوع مفرد. اجب بما هو مطلوب بين القوسين. رايت المعلم في مكتبه قصر الثقافه. ابن الفعل المجهول. مين اللي راه؟ انا. ماذا رايت؟ المعلم. يبقى احذف الفاعل. يبقى المعلم في مكتبه قصر الايه؟ الثقافه. طب اروح اغير الفعل. راى فعل ماضي المفروض اضم واكسر يبقى ايه؟ رؤيا. رؤيا المعلم. رؤيا ليه؟ المعلم. تعاد المباراة بسبب مخالفات الجماهير. اجعل الفعل ماضي. تعاد تبقى ايه؟ أعيدت المباراة بسبب مخالفات الجماهير. أعطينا ذات المهارة اللغوية كأس التميز. اجعل المفعول الأول مثنى. هو فين المفعول الأول؟ مين اللي أعطى؟ إحنا. فده الفاعل. ماذا أعطينا؟ ذات. ذات لما باجي أسميها فتبقى إيه؟ ذواتا أو ذواتي. يبقى أعطينا ذواتي المهارة اللغوية كأس الايه؟ التميز. عندي التدريبات بتاعتي اهيت هنبدأ نحلها خلاص كده وهنلاقي برضو الإجابات بتاعتها ايه؟ موجودة عندي. يبقى أكد عليها ولو حد وقف معاه أي حاجة يقدر يبعتها لنا. خلاص كده كل دي تدريبات اهيت حضرتك هتطبق على اللي احنا حليناه واللي احنا قلنا عليه وحضرتك تبدأ تحل وتشوف الإجابات أنت صح ولا غلط. طيب قواعد الاملاء بقى. انا قلنا عندي همزه ايه؟ متوسطه. وقلنا الهمزه المتوسطه والايه؟ والمتطرفه على السطر. انا عندي الهمزتين
تعال كده بيقول ايه؟ اكمل الفقره التاليه بالكلمات المناسبه بحيث تحتوي على كل كلمه على همزه مكتوبه على السطر. بيقول في احد الايام ذهبت الى الحديقه لاقرا نقط من كتابي المفضل. اقرا ايه؟ جزءا. جلست اقرا بتركيز وفجاه شعرت بايه؟ بدفء يملا السماء. كان المنظر هادئا والهواء نقيا فقررت ان ابدا نقط شيء جديد. ابدا ايه؟ قراءة شيء جديد. احب ان اقرا ببطء. انا بحب اقرا بايه؟ ببطء. وافكر في كل جزء من القصة لان القراءة تنشئ في النفس تنشئ في النفس ايه؟ نقط وصفاء هدوءا وصفاء. بيقول لي صوب الأخطاء الإملائية في العبارة التالية. طيب الله مساءكم. مين اللي طيب؟ الله. ماذا طيب مساءكم؟ بصوا يا شباب، لما يجي لي التدريب في الإملاء ويقول لي صوب الخطأ، يبقى الخطأ على الهمزات. دور على الكلمات اللي فيها همزات متوسطة. وغفر أخطاءكم ورزقكم من كل شيء أجمله. أدي الثلاث كلمات. مين اللي طيب؟ الله. ماذا طيب؟ مساءكم، فده مفعول به. يبقى الهمزه هنا تحط على السطر عشان قبلها مد بالالف. غفر. مين اللي غفر؟ الله. ماذا غفر؟ اخطاءكم، برضه هتتحط على السطر. ورزقكم من كل شيء. كلمه شيء هتتكتب ازاي؟ اهي على السطر. اضاء القمر الليل. ادي اضاء فيها همزه. فشجع الدؤوب على السهر ومنح ضوءه لمن يحب. أضاء متطرفة وقبلها مد. الدؤوب تكتب هكذا وتكتب هكذا، الاتنين صح. دي صح ودي صح، ودي ليها قصة تانية طويلة. منح. مين اللي مدح؟ هو ماذا منح؟ ضوءه، عشان ده مفعول ايه؟ به. الهدوء يمنح التفاؤل والأمل والقراءة مفيدة. الهدوء الهمزة على السطر ليه يا شباب؟ عشان قبلها واو، قبلها مد بالايه؟ بالواو. التفاؤل قبلها مد بالالف. القراءة برضو قبلها مد بالايه؟ بالالف. التدريب الثالث بيقول استخرج من الجمل كلمة بها همزة على السطر. سمعت صوت الهدوء. رأيت ضوءا ساطعا. قرأت جزءا من القصة. شعرت بدفء. كل دي همزات على الايه؟ على السطر. التدريب الرابع بيقول اختر الصواب من بين القوسين. يقرأ التلميذ الدرس ببطء لأن الهمزة على السطر. جاء الرجل ومعه نقط ثقيل عبء، برضو على السطر. هذا نقط جميل يسعد القلب. هذا شيء على السطر هيت، مش على الايه؟ مش على الياء. نقط القمر السماء ليلا يضيء على السطر برضو مش على نبرة. تدريبات برضو هنحلها بنفس ما حلينا الشكل دوت، وتشوف حضرتك انت عامل ايه في ده. تعال نشوف التدريب الرابع. ده جه في التقييم الاسبوع الايه؟ الاول. بيقول انتشرت الانباء حول سوء الاحوال الجويه. هندور على كلمه على السطر. ادي كلمه الانباء. كلمه سوء. المتوقعة في مصر شتاء. وهذا شيء مخيف جعل الناس يتساءلون عن حقيقة الخبر، لكن رجال الأرصاد الجوية في سعيهم الدؤوب لتوضيح الحقائق نفوا هذا الأمر وطمأنوا المواطنين أن الدفء في مصر سوف يعم. طيب هي دي كل الكلمات اللي جت عندي. الأنباء هتقول له إيه؟ السبب إن هي متطرفة قبلها مد بالألف. أدي السبب. طيب سوء متطرفة قبلها واو ساكنة.
طيب شتاء متطرفة قبلها مد بالألف. شيء متطرفة قبلها ياء ساكنة. يتساءلون متوسطة قبلها مد بالألف. دؤوب متوسطة بعدها واو. الدفء متطرفة قبلها ساكن. اللمحات الأدبية عندي أسلوب التوكيد. احنا قلنا يا شباب واتفقنا إن أسلوب التوكيد بأكد بإيه؟ بأكد بإن، إن واللام، أن، إنما. بأكد بالتكرار، بأكد بقد والفعل الماضي، اللام وقد والفعل الماضي. بأكد بالتقديم والتأخير، بقدم بالنفي والاستثناء. هي دي كلها أساليب توكيد. فبيقول أي الجمل التالية تحتوي على أسلوب توكيد؟ الصدق منجاة، الصدق ينجي من الهلاك، إن الصدق منجاة لصاحبه. عندي إن أهو، يبقى دي الإجابة اللي صح. بيقول بين أداة التوكيد. قد فاز، عندي قد وعندي الفعل الإيه؟ الماضي. طب هو حط لي إيه؟ قد. ماشي. بين أداة التوكيد في الجملة إن الوطن لغال. أول ما أشوف إن يا شباب، قبل ما أقول إن بس لازم أدور في الخبر. الخبر جاي فيه لام، اللي هي لام مزحلقة، اسمها لام إيه؟ مزحلقة، ودي بتيجي في خبر إن بس. يبقى هنا عندي إيه؟ المفروض إن واللام الاتنين صح. إن واللام. فطبعا هي مش هتجيلك كده في الامتحان، هي هيقول لك إن واللام الاتنين. أي الجمل التالية لا تحتوي على أسلوب توكيد؟ لقد فيها توكيد، إن فيها توكيد، لقد فيها توكيد. الطالب مهذب، هي دي ما فيهاش توكيد. أي الجمل التالية تحتوي على أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء؟ احنا اتفقنا الاستثناء إلا، غير، سوى. أدور على واحدة من دول ويبقى في نفي في أول الجملة. أنا عندي إلا أهو، وادي النفي، يبقى ما حضر إلا طالب. حدد أساليب التوكيد في النص مبينا وسائلها. الأسلوب إن الاجتهاد، بدأ بإن. إن الاجتهاد هو الطريق النجاح. وسيلته إن. وإن الطالب المجتهد محبوب، برضو عندي إيه؟ إن الطالب المجتهد محبوب، برضو أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن. لقد حضر، لقد حضر محمد مبكرا. هنا أكد بإيه؟ لقد والفعل الماضي. فشارك في الطابور باهتمام. إن الوقت ثمين، فلا تضيعه أبدا. إن الوقت ثمين، يبقى أسلوب مؤكد بإيه؟ بإن. تدريبات الواجب، هنشتغل على القطعة دي زي ما اشتغلنا على القطعة فوق. نطلع الجمل اللي فيها أدوات توكيد ونكتب الأسلوب ونكتب وسيلته، الأسلوب ووسيلته. تمام كده يا شباب؟ وادي التدريب التاني. طيب تعال ناخد بقى اللمحة البلاغية اللي عندي، اللي هي الموسيقى في الشعر. والموسيقى نوعين: موسيقى داخلية بتنبع من التكرار، وموسيقى خارجية بتنبع من القافية، من تكرار الايه؟ القافية. طيب والوطني أحبك لا بديل، أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي، لا لن أحيد ولن أميل. الموسيقى الظاهرة في البيتين كلمة ايه؟ دليل وأميل. هنا الموسيقى فين؟ وحدة القافية. طيب نوع الموسيقى ايه؟ موسيقى خارجية. ايه اثر الموسيقى؟ بتعمل ايه؟ بتعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن. قال محمود سامي البارودي: أخو العلم في الدنيا لذي الجهل محوج، وكل له عند القياس معالم. فلولا وجود العلم ما عاش جاهل، ولولا وجود الجهل ما عاش عالم.
حدد مصدر الموسيقى الظاهرة في البيتين. عندي كلمة معالم وعالم، آخرها ميم وآخرها ميم، يبقى أقول له الموسيقى هنا موسيقى إيه؟ خارجية. موسيقى إيه؟ خارجية مش داخلية. طيب ما ممكن أقول موسيقى داخلية، في الجهل هنا كررها، أقول لك تمام زي الفل. يبقى موسيقى خارجية بين إيه وإيه؟ معالم وعالم، جاي من وحدة الإيه؟ القافية. طب حد هيقول لي ما هو في موسيقى داخلية، موجودة فين داخلية؟ أقول له تكرار الجهل. تكرار كلمة الإيه؟ الجهل. طيب إيه أثر الموسيقى؟ قلنا تعطي جرسا موسيقيا يطرب الأذن. طيب حدد كلمتين متشابهتين في الصوت تحدثان موسيقى داخلية. ما احنا قلنا الجهل والإيه؟ والجهل، أو الجهل وجاهل برضو، والعلم وعالم، كل ده بينهم موسيقى داخلية. يبقى تاني يا شباب، الموسيقى عندي نوعين، موسيقى داخلية تنبع من التكرار، وموسيقى خارجية تنبع من وحدة القافية. القافية اللي هو آخر حرف في الأبيات كلها، مش في الشطر الأولاني، لا في الأبيات في آخر البيت خالص، زي هنا كده، مش هنا، لا هنا في الآخر خالص. تمام كده، دي موسيقى خارجية. طب لو لقيت كلمتين متكررين في الأبيات يبقى دي اسمها موسيقى داخلية، وتنبع منين؟ تنبع من التكرار. عايزك تطبق على دول برضو تدريبات في الواجب، طبق عليهم وشوف انت الدنيا معاك ايه. عندك تدريبين اهمت زي ما احنا محللنا تدريبين، تشوفهم وتأكد عليهم. بعد كده يا شباب هنخش في القراءة، موضوعات القراءة. احنا قلنا عندي موضوعين قراءة، الموضوعين في الوحدة الأولى، ودول اللي هركز عليهم كويس جدا عشان إن شاء الله دول واحد، هما الاتنين حاجة منهم جاية في الامتحان. عندي الجوهرة المصرية وحسن مصر بمايو. بعد كده عندي في الوحدة الثانية عندي جابر بن حيان وثقافة جابر بن حيان وثقافة النجاح. فهم دول 3 دروس قراءة اللي عندي اللي مقررين. فاحنا برضو نفس الفكرة زي ما قلنا وزي ما خدنا، هنبدأ نشتغل على تدريبات، واسيب لكم تدريبات في الواجب، واسيب لكم الاجابات بتاعتها، وحضرتك قيس نفسك قادر تحل ولا محتاج المراجعه تفهمها شرح. وانا كده كده منزل المراجعه كامله شرح، كل الدروس اللي موجوده عند حضرتك انا شارح الوحده كلها في فيديو للشرح لوحده، هتلاقيه موجود لو عايز تبص عليه. مش هياخد منك وقت، وهيفهمك بسرعه جدا، وهيفهمك المنهج كله بتاع الشهر بسرعه جدا. طب يلا كده، ده الأداء الصفي بتاع الأسبوع الأول. بيقول إن تاريخ مصر الحديث حافل بنماذج مضيئة من أبناء الوطن الذين آمنوا أن حماية الأرض وصون الكرامة واجب مقدس، فوهبوا حياتهم دفاعا عن أمنها واستقرارها. ومن بين هؤلاء الأبطال يجيء اسم الشهيد البطل محمد أبو شقرة، ضابط الشرطة المصري الذي قدم أروع معاني الشجاعة والتضحية في مواجهة قوى الإرهاب الغادر على أرض سيناء الطاهرة. ولد الشهيد محمد أبو شقرة في عام 1983 ميلادية في محافظة الفيوم، ونشأ في بيت يقدر الشرف والواجب. فهنا بيقول لي هات من الفقره، يعني لازم يا شباب لما يقول لي هات من الفقره كل كلمه بكتبها لازم تكون موجوده عندي فوق، مكتوبه فوق. فكلمه ممتلئ معناها ايه؟ حافل، هتلاقيها في السطر الاول. كلمه مضادها الجبن الشجاعه، هتلاقيها في السطر اللي قبل الاخير. كلمه نموذج جمعها نماذج، ودي موجوده في السطر الاول بعد كلمه حافل على طول. كلمه مرادفها منيره يعني مضيئه، برضو في السطر الاول. ها، القديم عكسها الحديث، برضو موجودة في السطر الأول. كلمة مفردها معنى معاني، ودي هتلاقيها في السطر الثالث. أي كلمة معاني اهيت، كلمة حافل، أدي نماذج، أدي مضيئة، أدي الحديث، وأدي الشجاعة في السطر الإيه؟ الرابع. بيقول لي ده صح أو خطأ. ولد الشهيد محمد أبو شقرة في محافظة الفيوم، الكلام ده صح. كان الشهيد محمد أبو شقرة أحد ضباط الجيش المصري؟ طبعا. لا مش طبعا، دي مش الجيش، ده الإيه؟ الشرطة المصرية، ده مش ضابط جيش، ده ضابط شرطه. بيقول درس الشهيد محمد ابو شقرة في كليه العلوم؟ لا طبعا، في الكليه ليه؟ في كليه الشرطه، يبقى دي برضو غلط. تميز الشهيد محمد ابو شقرة بالتواضع والتعاون، الكلام ده حصل. الفكره الرئيسيه للدرس بطوله احد شهداء مصر الاوفياء، طبعا الكلام ده مظبوط. طيب بعد كده بيجيب لي الاسئله المقاليه. بيقول كيف نشأ البطل محمد ابو شقرة؟ اقول له نشأ، هتلاقيها موجوده في القطعه. نشأ في اسره تقدر الشرف والواجب.
طيب ما الواجب المقدس الذي آمن به أبناء الوطن؟ ها تعال نشوف فين الواجب المقدس اللي آمن به أبناء الوطن. ها مذيع من أبناء الوطن الذين آمنوا أن إيه؟ حماية الأرض وصون الكرامة واجب مقدس. حماية الأرض وصون الوطن واجب مقدس. ما نخافش يا شباب من القراءة. القراءة إجابتها، الأسئلة المقالية إجابتها في القطعة فوق، فحضرتك بس محتاج منك أنت تركز شوية وترجع للقطعة كل شوية. فيما تجلت إنسانية محمد أبو شقرة، ها كان يساعد الأسر الأكثر احتياجا، وكان عطوفا مع الأطفال، متواضعا بين زملائه. طيب عايز من الفقرة أسلوب توكيد. تعال نرجع كده للفقرة ونشوف أسلوب الإيه؟ التوكيد. بيقول إن تاريخ مصر بدأ بإيه؟ بإن. يبقى أقول له إن تاريخ مصر حافل. إن تاريخ مصر حافل. أداته، لأنه بيقول لي بين أداته، ما ننساش نص السؤال الثاني عشان ساعات الناس بتكتب كده وتسيبه. أداته إن. طيب التدريب الثاني بيقول كان شهيد البطل صورة مشرقة للإنسانية الحقيقية، فقد كفى الأيتام، أدخل البسمة على وجوههم، ساعد الأسرة البسيطة في صمت وإشفاق، مع زملائه كانوا متواضعا يشاركهم. فممكن ناخد من هنا إجابة السؤال ده اللي هي فيما تجلت إنسانيته. طيب معنى كلمة إشفاق. إشفاق يعني رحمة. مفرد كلمة الأسر الأسرة. مضاد الابتسامة العبوس. عبوس يعني مكشر. جمع كلمة الميدان ها ميادين. بيقول لي ده علامة صح أو علامة خطأ. كان الشهيد محمد أبو شقرة يعتني بالأيتام ويدخل السرور على قلوبهم؟ كان الشهيد متكبرا في تعاملاته اليومية؟ لا. تتسم شخصية الشهيد محمد أبو شقرة بالوطنية الخالصة؟ طبعا. كان الشهيد محمد أبو شقرة باحثا عن المجد الشخصي؟ لا. بيقول بما اتصف الشهيد في تعامله مع زملائه؟ بالتواضع. مع زملائه بالإيه؟ بالتواضع. ما الدرس الذي نتعلمه من شخصية الشهيد محمد أبو شقرة؟ حب الوطن، التضحية، التواضع، الإنسانية. كل دي دروس احنا نقدر نتعلمها من محمد أبو شقرة. بيقول ما النتائج المترتبة على تواضع الشهيد وحسن معاملته لزملائه؟ ايه النتائج اللي ترتبت عليها؟ حب زملائه له. ان اصحابه كانوا بيحبوه. اهو بيقول ومع زملائه كانوا مواضعا يشاركهم همومهم قبل افراحهم. فايه اللي هيترتب عليه؟ حب زملائه له. التدريب الثالث بيقول لقد كان هدفا ثمينا للجماعات الارهابيه، اذ تسبب في رعب حقيقي لهم خلال فتره خدمته بقوات مكافحه الارهاب في جبل الحلال والعريش بشمال سيناء. وفي يوم 9 يونيو 2013 وبينما كان في مهمه خاصه لملاحقه عناصر ارهابيه خطره في العريش، وقع اشتباك عنيف، واصر البطل على استكمال مهمته حتى النهايه رافضا التراجع او الاستسلام، وارتقى شهيدا رافع الراس ليلتحق برفاقه من الشهداء الذين كتبوا اسمائهم بحروف من نور في سجل الخالدين. تعال كده يا شباب يلا نبص. معنى كلمة ثمين. ثمين هنا بمعنى غالي. مفرد كلمة رفاق رفيق. مضاد كلمة ارتقى. ارتقى هنا فين؟ ارتقى شهيدا. عكسها ايه؟ سالة ولا انحط ولا تمنى؟ لا انحط. جمع سجل سجلات. واللي ده صح او خطأ. كان الشهيد هدفا مهما للجماعات الارهابيه بسبب شجاعته في مواجهه الارهاب؟ استشهد الشهيد محمد ابو شقرة اثناء خدمته في محافظه الفيوم؟ لا، احنا قلنا في سيناء، في شمال سيناء. عرف محمد ابو شقرة بين زملائه بالشبح؟ ايوه. كان الشهيد من افضل الضباط في العمليات الخاصه؟ طبعا. ضرب بالشهيد محمد ابو شقرة المثل في الانتماء والتضحيه؟ بالظبط كده. كيف واجه الشهيد محمد ابو شقرة الاشتباك الاخير؟
أصر على استكمال مهمته حتى النهاية رافضا التراجع. كل دي الإجابة بتاعت السؤال. خلاص كده أقول له أصر على استكمال مهامه. أصر على استكمال إيه؟ مهامه حتى النهاية رافضا التراجع أو الاستسلام. ما الدرس الذي نتعلمه من إصرار الشهيد على استكمال مهمته؟ نتعلم منه إيه؟ الفداء والتضحية والعزيمة. الفداء والتضحية والإيه؟ والعزيمة. لماذا لقب الشهيد بالشبح؟ لقدرته على التخفي أثناء العمليات التي يخوضها. استخدم من الفقرة أسلوب توكيد وبين أداته. زين أسلوب توكيد هنا. قال لي لقد كان هدفا ثمينا. لقد كان هدفا ثمينا. بين أداته. الأداة هنا إيه؟ الأداة قلنا عندي لقد اللي هي اللام وقد والفعل الماضي. طيب عندي هنا تدريبات بتاعت الواجب على نفس الفقرات بس بأسئلة مختلفة. حضرتك هتراجع وتحل عليهم وتشوف إن شاء الله هتقدر تجمع قد إيه منها. وبرضه أنا سايب لك الحل بتاعها في ملزمة تانية موجودة تحت. طيب ناخد بقى عندي حصن مصر المائي السد العالي. هنتكلم عن موضوع السد الايه؟ العالي، واحنا طبعا درسناه وشرحينه بالكامل. بيقول ان من صور حمايه الوطن والارتقاء به ما تقيمه مصر من مشاريع عملاقه تحافظ على ثروات الوطن وتكفل حياه كريمه لكل انسان على ارضها الغاليه. ومن تلك المشاريع مشروع السد العالي. فبعد ان خطى الشعب المصري خطواته الاولى نحو الاستقلال والتنميه عقب ثوره يوليو عام 1952 برزت امامه قضيه كبرى تمس امنه القومي وحياته اليوميه، وهي قضيه مياه النيل. فقد كان النهر العظيم يفيض فيغمر الارض بالمياه وقد ينحسر فيعرض البلاد للجفاف، وتظل اعتماد المصريين عليه اعتمادا كاملا في الزراعه والحياه. كلمه معناها صيانه. يبقى عندي كلمه ايه؟ صون. من صور حمايه يعني الصيانه. خلاص كده. وممكن كلمه ايه؟ صون. بس انا عندي صون ولا لا؟ يفيد كاملا بس خلاص يبقى ما عنديش غير ايه؟ حمايه. يبقى حمايه صيانه او حفاظ. شركة عملاقة تحافظ على ثروات الوطن وتكفل حياة كريمة لكل إنسان على أرضها الغالية. ومن تلك المشاريع مشروع السد العالي. فبعد أن خاض الشعب خطواته الأولى نحو الاستقلال والتنمية عقب ثورة يوليو برزت أمام قضية كبرى تمس أمنه القومي وحياته اليومية، وهي قضية مياه النيل. فقد كان النهر يفيض فيغمر الأرض بالمياه وقد ينحسر في أرض البلاد للجفاف، ويظل اعتماد المصريين عليه اعتمادا كاملا في الزراعة والحياة. طب كلمة عكسها ضئيلة. حاجة ضئيلة عكسها حاجة إيه؟ كبيرة أو عظيمة. يبقى كلمة إيه؟ عملاقة. ضئيلة عكسها ايه؟ عملاقة. واحنا قلنا طالما قال لي هات من الفقرة يبقى انا لازم الكلمة تكون موجودة فوق. احنا ممكن يكون عندي معاني تانية، معنى واثنين وثلاثة، لكن انا مرتبط بالفقرة اللي عندي. طالما قال لي هات من الفقرة يبقى انا مرتبط بالفقرة دي. اي كلمة تانية هتتكتب بره الفقرة هتبقى غلط. نخلي بالنا. كلمة مفردها الانهار، النهر. كلمة معناها يملأ، يفيض. كلمة مضادها قبل، بعد. كلمة بعد ايه؟ بعد أن خطب. كلمة جمعها كبريات، كبرى. بيقول من المشروعات العملاقة التي أقامتها مصر السد العالي. أيوه. بني السد العالي تحت إشراف جهات أجنبية بتمويل مصري؟ لأ. يعد السد العالي رمز على الإرادة المصرية؟ طبعا. نهر النيل شريان الحياة في مصر منذ آلاف السنين؟ طبعا. ثورة يوليو 52 كانت بداية طريق الاستقلال والتنمية؟ الكلام ده مظبوط. فسر العلاقة بين المشاريع العملاقة والحياة الكريمة للمواطنين. ايه العلاقة ما بينهم؟ قال لي من صور حماية الوطن والارتقاء به المشروعات التي تحافظ على ثروات الوطن وتكفل حياة كريمة. يبقى اقول له ايه؟ تحافظ المشاريع العملاقة
على صون كرامة الوطن والارتقاء به وتوفير حياة كريمة لمواطنيه. طيب ما المشكلة اللي واجهت مصر بعد ثورة 52؟ مشكلة الأمن المائي اللي هو نهر النيل. عايزين نأمن المية والكهرباء. طب نص أمن الكهرباء مشكلة نهر الايه؟ النيل. ايه السد اللي سبق وجود السد العالي؟ سد أسوان. سد ايه؟ أسوان اللي اتبنى سنة 1899 وانتهى من بنائه 1902، يعني قعد 3 سنين بالظبط. وعلى ما اقتصر دوره على اقتصر دوره على ايه؟ قلنا بيعمل ايه؟ من الفيضان حفظ جزء من مياه الفيضان خلفه. حتى ما بيقدرش يستوعب الفيضانات الكبيرة، هو بيحفظ جزء بس من المية وراه. عايز من الفقرة أسلوب توكيد. بيقول إيه؟ إن من صور حماية الوطن. إن السؤال ده على طول يا شباب هيجي لكم في الامتحان، نركز مع أساليب التوكيد. إن من صور حماية الوطن. بين أداته، أقول له أداته مؤكد بإيه؟ بأن. بإن آسف. التدريب الثاني بيقول والسد العالي ليس فقط عملا هندسيا بل رمزا لاستقلال إرادة المصرية ورفضها الضغوط الأجنبية. فحين قررت مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بناء هذا السد، وجاءت تحديات هائلة سواء كان ذلك من قوى دولية عارضت المشروع لأسباب سياسية أم من مؤسسات مالية حاولت فرض شروطها مقابل تمويل بناء السد. لكن مصر أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها الخاصة وبإرادتها الحرة لتثبت للعالم أنها قادرة على اتخاذ قراراتها المصيرية دون وصاية من أحد. كلمة رمز يعني علامة. كلمة مفردها الضغوط ضغط. مضاد كلمة عارضت وافقت. جمع كلمة السد السدود. بيقول الهدف الرئيسي من بناء السد العالي الاستغلال الأمثل لمياه النهر في التنمية. أيوه. يعد السد العالي رمز للإرادة المصرية طبعا. مصر أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها الخاصة بإرادتها الحرة طبعا. وجاءت مصر معارضة دولية عند بناء السد العالي. أيوه. لم تثبت مصر قدرتها، لا اثبتنا قدرتنا طبعا. ما التحديات التي واجهت مصر عند بناء السد؟ قلنا في تحديات ايه؟ هائله سواء كان ذلك من قوى دوليه عرضت المشروع لاسباب سياسيه ام من مؤسسات ماليه حاولت فرض شروطها مقابل تمويل السد. خلاص كده يبقى دي الاجابه، دي التحديات، دي الاجابه رقم ايه؟ ج. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول ماذا يحدث لو اعتمدت مصر على التمويل الاجنبي في بناء السد؟ كان سيقرر الاحتلال ما يريده دون رغبة مصر. يعني الاحتلال اللي هو عايز يعمله هيعمله. الناس دي عايزة تحتلنا، تدينا فلوس تسلفنا واحنا هندفعها، لا هو يتحكم في قرارها ومصيرها دون رغبة مصر والتحكم في قراراتها. خلاص كده ومصيرها. طيب استخرج من الفقرة أسلوب توكيد. قلنا السؤال ده معايا دايما. هنشوف إن أو أن. مفيش إن وأن، مفيش قد ولا قد، يبقى دور على التقديم والتأخير. طب التقديم والتأخير ده تدور عليه إزاي يا شباب؟ عايزك تدور على جملة تبدأ بجر ومجرور أو ظرف، اعرف إن في تقديم وتأخير. أو دور على فعل بعده جر ومجرور أو ظرف. فعل. قررت مصر، لا مفيش فعل. واجهت تحديات، لا. عرضت المشروع لأسباب سياسية أم من مؤسسات مالية حاولت فرض شروطها مقابل تمويل بناء سد مصر. أصرت على تنفيذ المشروع بمواردها
لا برضو. بمواردها الخاصة وبإرادتها الحرة لتثبت للعالم. أهو تثبت للإيه؟ للعالم. أدي الفعل بعديه جر وإيه؟ ومجرور. يبقى أي فعل بعديه جر ومجرور أو ظرف ده على طول اسمه إيه؟ تقديم وتأخير، ونخلي بالنا منه عشان ده دايما هيجي لك كده. فأقول له لتثبت للعالم. أقول له إيه؟ لتثبت للعالم أنها قادرة. كده تمام. عندي أنها إيه؟ فأنا عندي فيها أداته التقديم والتأخير، وعندي إيه؟ أنها، اللي هو أسلوب مؤكد بإيه؟ بأن. طيب التدريب الثالث بيقول بدأ العمل في بناء السد عام 1960 وافتتح 1970، ومنذ ذلك الوقت أصبح السد العالي حصن يحمي مصر من الفيضانات ومن الجفاف، حيث يخزن مياه نهر النيل في بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية في العالم. لم يكن السد العالي مجرد مشروع اقتصادي أو زراعي، بل كان نقطة تحول تاريخية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، فمن خلاله حققت مصر مكاسب عديدة، حيث استطاعت تأمين احتياجاتها العالية وزيادة الرقعة الزراعية وتوليد الطاقة الكهرومائية التي أسهمت في دعم الصناعة والتنمية. معنى كلمة حصن قلعة، مش مصنع ولا مزرعة ولا بيت. مفرد مكاسب مكسب. مضاد كلمة تحول. تحول يعني تمنع، يبقى عكسها مقدار، عدوان، لا ممكن نقول ثبوت. جمع كلمة الرقعة. الرقع والرقاع الاثنين صح. بدأ العمل في بناء السد عام 1960، الكلام ده صح. حقق السد العالي المصري التنمية المستدامة، أيوه. السد العالي نقطة تحول تاريخية في مسيرة بناء الدولة الحديثة، أيوه. تعد بحيرة ناصر أكبر بحيرة صناعية في العالم، الكلام ده صح. بناء السد العالي أدى إلى الإسراف في استخدام المياه، لا ده بالعكس رشد. لماذا أصبح السد العالي حصنا لمصر؟ حمى مصر من خطر الفيضانات والجفاف، الاثنين مع بعض. خلاص كده، الفيضانات والجفاف. ايه الفوائد اللي حققتها مصر من بناء السد العالي؟ توفير الكهرباء، زيادة رقعة الأرض الزراعية، حماية مصر من الفيضانات والجفاف. ماذا يحدث لم تبني مصر السد العالي في المراحل السابقة؟ لم تتمكن من التنمية المستدامة، وظلت بدون كهرباء حتى الآن. بعد كده يا شباب هنلاقي تدريبات الواجب برضه هنحلها وهنلاقي الإجابات بتاعتها موجودة. ده نصوص متحرر، هو طبعا مش هيجي لنا متحرر. طيب عندي جابر بن حيان وثقافة النجاح. بيقول إذا ذكرت العلوم وخصوصا الكيمياء برز اسم العالم العربي جابر بن حيان الذي لقبه علماء الغرب بأبي الكيمياء. عاش في القرن الثاني الهجري وترك إرثا علميا ضخما من المؤلفات والتجارب التي صارت أساسا لعلم الكيمياء الحديث، تجعلنا نقول بثقة حقا نحن علمنا العالم. لم يكن جابر بن حيان مجرد باحث يدون ما يسمع، بل كان رائدا يجرب ويبتكر ويكتشف، حتى سمي علمه بالكيمياء التجريبية، وهي التي مهدت لنهضة علمية كبرى في الشرق. كلمة برز، برز يعني ظهر. مفرد كلمة المؤلفات المؤلف. مضاد كلمة ثقة تردد. جمع كلمة العالم العلماء. هو لازم هنا يديني كسرة، العالم علماء. ده صح او غلط؟ جابر بن حيان عاش في القرن الثاني الهجري ولقبه العلماء الغربيون بأبي الكيمياء، ايوه. كان جابر بن حيان ناقلا للعلم فقط؟ لا، الكلام ده غلط. بماذا لقب العلماء الغربيون جابر بن حيان؟ أبو الكيمياء. أبو الإيه؟ الكيمياء.
لماذا يمكن القول إن العرب أسهموا في تعليم العالم؟ ها؟ كان رائدا ابتكر واكتشف. ها؟ بيقول لماذا يمكن القول إن العرب أسهموا في تعليم العالم؟ بما أسهموا به وقدموه من العلوم المختلفة التي بنى عليها العالم حضارته. ما النتائج المترتبة على اعتماد جابر بن حيان على التجارب؟ ها؟ لما اعتمد على التجارب ايه اللي حصل؟ كان رائدا يجرب ويبتكر ويكتشف. ها؟ حتى سمي علمه بعلم الكيمياء الايه؟ التجريبية. سمي علمه بالكيمياء التجريبية. وعلم الكيمياء التجريبية ده كان علم ايه؟ جديد. بيقول ولم يكن جابر بن حيان متعجرفا بما وصل اليه، بل كان متواضعا يعترف بالفضل لمعلميه ومن سبقوه، فيقول علمني اساتذتي فانا مدين لهم بما عرفت. وهكذا يعلمنا ان الاعتراف بالجميل خلق العلماء الكبار، وان التواضع يزيد الانسان رفعة في قلوب الناس. ان ثقافة النجاح ليست حكرا على جابر بن حيان او عصر بعينه، بل هي سبيل كل من اراد ان يسلك طريق للعلم بالاجتهاد والمثابرة والتفكير العلمي والتواضع والوفاء للمعلمين. بيقول معنى كلمة يسلك. يسلك هنا بمعنى فين يسلك؟ أراد أن يسلك طريق العلم. يمشي ولا يسير ولا يرجع ولا يرد؟ لا، يسير. ويمشي تنفع. مفرد كلمة أساتذتي أستاذي. مضاد كلمة يزيد ينقص. جمع كلمة خلق أخلاق. ضع صح أو خطأ. اعترف جابر بن حيان بأن ما يعرفه كان بفضل أساتذته؟ طبعا. كان جابر بن حيان متكبرا؟ لا، الكلام ده ما حصلش. ماذا قال جابر بن حيان عن معلميه؟ علمني أساتذتي. اعتراف منه بإيه؟ بأن معلمين هم الإيه؟ الأساس. قال إيه؟ علمني أساتذتي. كيف يسهم التواضع في نجاح العالم؟ يجعله محبوبا بين العلماء وتلاميذه ويرفع من قدره. ما النتائج المترتبة على تواضع جابر بن حيان؟ كده في حاجة غلط عمالة بتحصل. قال هنا ايه؟ علمني أساتذتي. بتاني مضاد كلمة يزيد ينقص. خلق أخلاق. أساتذته صح. قلنا لا، ما كانش متكبر. ماذا قال جابر بن حيان عن معلميه؟ قال عنهم ايه؟ علمني أساتذتي. كيف يسهم التواضع في نجاح العالم أو العالم؟ قلنا يرفع من قدره بين كبار العلماء وطلاب العلم. ما النتائج المترتبة على تواضع جابر بن حيان؟ هي نفس الفكرة برضو. ايه النتائج المترتبة على تواضعه؟ رفع أو رفعت من قدره بين العلماء والطلاب. تدريبات الواجب موجودة اهيت، هنحل عليها ونشوف الإجابات. هتلاقوا الدنيا إن شاء الله كلها تمام. عندكم برضو الأسئلة اهيت تمام كده. هو منك أسعى أو منك السعي ومن الله السعة،
ربنا يكتبكم من السعين الى الخير يا رب العالمين. النهارده دلوقتي هنتنقل على النص اللي موجود عندي، مصر يا جنة الدنيا، والنص كده كده اساسي معاك في الامتحان. اديني بقول لك اهوت من دلوقتي، عندك شهيد محمد درة، حسن مصر المائي، اسف محمد ابو شقرة، حسن مصر المائي، مصر يا جنة الدنيا، نص الاستماع بتاع الهوية والعالمية جاي لك في الامتحان، الهمزات جاي لك في الامتحان، اسلوب التوكيد جاي لك في الامتحان، الموسيقى في الشعر جاي لك في الامتحان وهتجي لك مع النص، هيبقى سؤال في النص، واسلوب التوكيد هيجي لك سؤال في القراءة. فبعد اذن حضرتك السبع حاجات اللي انا اتكلمت عليهم دول يتذاكروا كويس جدا جدا. تذاكر الافعال بتنصب مفعولين، بناء الفعل المعلوم والمجهول، خلاص كده يتذاكروا كويس جدا. هم دول السؤالين اللي هيجوا لك في الامتحان، واطمن والدنيا سهله جدا، واحنا مع بعض خطوه بخطوه من اول السنه. وارجع اللي ما شافش يرجع يشوف فيديوهات تانية، في موجود فيديو الشرح مهم جدا 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 ومش طويل، وهيفهمك المنهج الجزء اللي انا اتكلمت فيه ده كله بسرعه جدا. يلا بينا نكمل. مصر يا جنة الدنيا. المقطع الاول بيقول مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها، فاذا باغ على الارض رماها ترخص الارواح والدنيا فداها. معنى لبينا اجبنا، مضاد هواها كرهها، حد هيقول لي بغضها هقول له برافو عليك. مفرد صفوف صف، جمع الدنيا الدنا، وممكن اقول الدنيايات، دنا وايه ودنيايات. مضاد باغ، باغ يعني ظالم، عكسها عادل. مفرد الارواح الروح. بيقول ما الشعور الذي يعكسه الشاعر تجاه مصر وكيف يظهر ذلك في تصرف الناس؟ شعور يعكسه ايه؟ حب الوطن وسرعة تلبية النداء وقت الخطر. وكيف يظهر ذلك في تصرف الناس؟ يسرعون إذا دعتهم مصر لتلبية نداها. ما الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الأبيات؟ حب وانتماء لمصر. بما يوحي قول الشاعر مصر نادتنا فلبينا نداها، يوحي بايه؟ بسرعة الاستجابة. التعبير هنا بيوحي بايه؟ بسرعة الاستجابة في حب الوطن. بيقول لي العاطفة المسيطرة على الشاعر حب الوطن والفخر والاعتزاز به، الكلام ده صح. مصر نادتنا تعبير مجازي صور مصر بإنسان ينادي، صح. تسابقنا صفوفا تعبير يظهر اتحاد أبناء مصر، تمام. يدعو الشاعر أبناء مصر إلى التخلي عنها، لا ده التمسك بيها. يؤكد النص على أن أبناء مصر تسابقوا في حبها، الكلام ده صح. قائل النص، احنا قلنا في الشرح مين قائل النص؟ يلا يا شباب كده نفكر، راجع تاني. يلا يا شباب، احنا قلنا مين اللي قال مصر ونادتنا فلبينا نداها؟ الشاعر اسمه ايه؟ قلنا محمود حسن ايه؟ اسماعيل، برافو عليكم، راجعوا كده معلوماتكم بسرعه. باغ نكره ليه؟ تفيد الايه؟ للتحقير، او ممكن اقول للعموم والشمول. والاقوى هنا عموم وايه؟ وشمول. الاقوى هنا يخليها ايه؟ العموم والشمول. نوع الموسيقى في هواها وفداها، بصوا كده، هواها وفداها انتهت بنفس الايه؟ المقطع. يبقى دي موسيقى داخليه ولا خارجيه؟ قلنا موسيقى ايه؟ خارجيه. سؤال الموسيقى مهم جدا. طيب، تدريب الواجب على نفس النص موجود اهوت، هتحلوه. المقطع التاني انا هحل مقطع وانت تحل المقطع سؤال تاني عليه، انا هحل سؤال في المقطع وانت تحل التاني عليه. ونروي بالدم الغالي ثراها ونخوض الموت في كل البقاع، نحن جند النصر ابطال الدفاع، يوم يدعون لنار الهول داعي، بأس احرارك من بأس الحديد فاثبتي قد طود يوم الصراع. معنى نروي نسقي،
مضاد النصر الهزيمة. مفرد البقاع البقعة. جمع يوم أيام. معنى داع منادي. مضاد بأس ضعف، لأن بأس معناها شدة وقوة، يبقى عكسها إيه؟ ضعف. يقول ماذا يريد الشاعر أن يوضح في الأبيات السابقة؟ تضحية أبناء مصر بالغالي والنفيس من ما يملكونه في الدنيا وبأرواحهم ودمائهم. كيف عبر الشاعر عن قوة المصريين في البيت الثالث؟ أقول له وصف قوة وشدة المصريين بالحديد. استخرج من النص نوع الموسيقى الظاهرة وبين أثرها على المستمع. بقاع داع الصراع. أقول له موسيقى خارجية داع البقاع الصراع. وحدة القافية. أثرها إيه بقى؟ أثرها تعطي جرسا موسيقيا يطرب الإيه؟ الأذن. هو ده الأثر بتاعها. طيب يقول لي صح ولا غلط؟ الفكرة رئيس الأبيات التضحية من أجل الوطن. الكلام ده صح. فاثبتي كالطود صور مصر بالجبل العالي. تمام. يوم يدعون لنار الهول داع. تشبيه حيث صور الشاعر الهول بالنار. الكلام ده صح. نروي بالدم الغالي ثراها. تعبير يوحي بكثرة الشهداء. الكلام ده تمام. الأبيات تدعو الناس إلى الهروب من المعارك. لا، الكلام ده مش صح. هنا ده تدريب الواجب على المقطع الثاني، نحله نروح للمقطع الثالث. بيقول واجري يا نيل عزيزا في الوجود واروي الايام تاريخ الجدود وانهضي يا جنات الدنيا وسودي واعيدي مجدك الماضي اعيدي. معنى اجري سر او تحرك او امشي. مضاد عزيزا ذليلا. مفرد الايام اليوم. جمع جنة جنان وجنات. الاتنين صح. معنى انهضي قومي. انهضي يعني ايه؟ قومي. مضاد سودي قلنا سيطري، يبقى عكسها ايه؟ استسلمي. او ممكن اقول له اخضعي. استسلمي او ايه؟ اخضعي. يقول ماذا مقصد او ما مقصد الشاعر من مخاطبة النيل ودعوته للجري والري؟ بيقصد ايه الشاعر هنا؟ انه بيكلم النيل بيقول له ايه؟ اجري يا نيل عزيزا في الوجود. التمني. يقصد الايه؟ التمني ببقاء النيل في ارض مصر وتقديم الخير لها. بيقول بما يوحي قول الشاعر وانهضي يا جنة الدنيا. انهضي يعني قومي، يعني تدل على الايه؟ العزيمة والإرادة وإعادة أمجاد الماضي. استخرج من النص نوع الموسيقى الظاهرة وبين أثرها. هو بيقول موسيقى ظاهرة. ظاهرة اما يقول لك ظاهرة ما تبقاش محتار، عادي داخلية يا خارجية، أي واحدة من الاتنين. فقال إيه؟ أعيدي وأعيدي. بقول له هنا في موسيقى إيه؟ داخلية. تكرار أعيدي. خلاص كده؟ طب في موسيقى خارجية؟ جدودي وأعيدي. موسيقى خارجية الجدود وأعيدي. الجدودي هنا في كسرة، هي بتدي الأعيدي وحدة القافية. وقلنا إيه أثرها؟ تعطي جرسا موسيقيا يطرب
الأذن. بقول ده علامة صح أو علامة خطأ. الفكرة الرئيسة للأبيات هي الدعوة لمصر النهوض واستعادة مجدها. دعوة لمصر للنهوض واستعادة مجدها التاريخي. يعني الأسلوب إنشائي نوع نداء غرض التعظيم، صح. انهاضي تعبير مجازي صور مصر بإنسان ينهض، تمام. اروي أسلوب إنشائي نوع أمر غرضه التمني، صح. أساليب الأمر يا شباب كلها تمني، أساليب النداء كلها تعظيم. يبقى أي أسلوب إنشاء أمر غرضه إيه؟ غرضه التمني. أي أسلوب إنشاء نداء غرضه التعظيم. بيقول الشاعر يطلب من النيل أن يجف ولا يروي الأرض. لا طبعا الكلام ده غلط. برضو أدي التدريب أهوت، هنحل عليه ده في الواجب وهتلاقوا الإجابات إيه؟ موجودة. طيب نصوص الاستماع، أنا عندي الوعي حماية. بيقول اختر الإجابة من بين القوسين. مضاد التقليدية الابتكارية. معنى كلمة يستخدم يستعمل، يستخدم يستعمل. الحروب الحديثة تشمل استخدام الأفكار والمعلومات كوسائل للتأثير، صح. الحروب في زماننا الحالي تعتمد فقط على الأسلحة التقليدية، لا. إيه الفرق بين الحروب التقليدية والحروب الحديثة؟ الحروب التقليدية بتعتمد على إيه؟ تعتمد على الدبابات والطائرات والمدافع. طيب الحديثة تعتمد على الايه؟ الافكار والمعلومات والكلمات. طيب ما اثر انتشار الشائعات على الهوية الوطنية؟ تضعف من الهوية الوطنية وتعمل على زعزعة الاستقرار. طيب التدريب الثاني بيقول اختر الإجابة مما بين القوسين. مضاد القلق، قلق يعني الخوف أو التوتر، يبقى عكسه الطمأنينة. معنى كلمة أخطر أأمن. ده علامة صح. الحروب الحديثة تحاول التشكيك في مؤسسات الدولة، صح. من ينشر الشائعات دون التحقق يمكن وصفه بالولاء والانتماء للوطن، لا، للعدو. بما تصف من ينشر الشائعات دون التحقق منها، أصفه بأنه إيه؟ جندي في جيش العدو. دور العقل والبصيرة في مواجهة الشائعات. العقل له دور كبير جدا والبصيرة في مواجهة الشائعات. يعمل على التحقق من الشائعات قبل نقلها. التدريب الثالث بيقول اختر الإجابة الصحيحة. معنى كلمة تحطيم تدمير. مضاد سيئة حسنة. الحروب الحديثة تشجع الفردية وحب العزلة، طبعا. الحروب الحديثة تهدف إلى تعزيز الأخلاق، لا، إضعافها. اذكر مثالا من القيم التي يسعى الأعداء لتدميرها. قيم الايه؟ الصدق، الأمانة، الانتماء، حب الوطن. هو بيعمل على إضعاف كل دول. ما الوسائل التي لم يذكرها النص لمواجهة الحروب الحديثة؟ إيه وسائل ما ذكرهاش؟ فكر أنت والسؤال مفتوح ليك. أي حاجة تكتبها صح، أنا هسيبه لك تفكر فيه مع الواجب. ده ريادة الأعمال برضو نص الإيه؟ الاستماع. بيقول اختر الإجابة ما بين القوسين. معنى كلمة تدفع تحفز. الإبداع عكسها المحاكاة أو التقليد. لو جات لك دي أو دي على حسب ما تجيلك في الإيه؟ في الاختيارات. ريادة الأعمال أداة من أدوات التنمية الاقتصادية. الكلام ده صح. التفكير الإبداعي يساعد رواد الأعمال على استغلال الفرص وتحويلها إلى إنجازات. الكلام ده برضو صح. ماذا تحقق ريادة الأعمال؟ تحقق التنمية الاقتصادية للوطن. معنى كلمة توفر تهيئ وتتيح. مضاد الحق الباطل. بيقول رائد الأعمال الحق يهتم فقط بالربح الشخصي ولا يفكر في وطنه أو أمته. الكلام ده غلط. رائد الأعمال الحق يبتكر مشاريع تساعد في توفير فرص عمل للشباب. ده صح.
اذكر فائدتين من المشاريع اللي ابتكرها رجل الأعمال أهوت. يوفر فرص عمل للشباب، يبني ويرتقي بالوطن. دي التدريب بتاع الواجب، هيتحل برضو الإجابات عندكم. خلاص كده. طيب كتابة تلخيص قصة، ازاي انا اقدر الخص القصة يا شباب؟ اول حاجة كده انا محتاج من حضرتك ان الموضوع تقراه. بعد ما تقراه تبدأ تطلع لي الزمن، ركز معايا، زمن، المكان، الاحداث، والاحداث ترتب بالترتيب. ما تقوليش ده مات وبعد كده اتولد، ما تقوليش ده مات وصحي عمل معركة مش عارف ايه، لا، الاحداث بالترتيب. يبقى الزمن، المكان، الاحداث، العقدة اللي هي المشكلة اللي بيدور عليها القصة عشان نوصل للحل في النهاية. يبقى الحل دايما يكون في الايه؟ في النهاية. يعني هنا بيقول لك الشهيد عمرو شكري، واقول شهيد شرطة من ابناء سيناء وقد استشهد دفاعا عن الوطن في مواجهة الارهاب عام 2015. ولد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان مثالا الضابط الوطني الشريف الذي قدم روحه فداء لمصر. شارك في عمليات أمنية ضد العناصر الإرهابية، واستشهد أثناء أداء واجبه في حماية أرض الوطن. نركز كده، احنا قلنا هنقرا. شيع الآلاف جنازته في مشهد مهيب تقدمه محافظ شمال سيناء تعبيرا عن حب وتقدير أهالي سيناء له. قال والده اللواء شكري خلف: أنا فخور بابني ومستعد لتقديم ابني الثاني فداء لمصر. في البداية كده قلنا هنحدد التواريخ اللي هو الزمن، عندي عام 2015. بعد كده هحدد الأماكن، سيناء، العريش، شمال سيناء، محافظ شمال سيناء. ادي كل الايه؟ الاماكن. طب ما تيجي كده نرتب الاحداث الاول كده. احنا قلنا ولد في مدينه العريش، يبقى اقول الشهيد عمرو شكري ولد عام، بلاش ولد عام، ولد فيه على طول لانه ما ادانيش عام ولادته. ولد في مدينه العريش بمحافظة شمال سيناء، ادي ميلاده. خلاص كده. استشهد عام 2015. خلاص كده. وبعد كده كان مثالا للضابط الوطني ممكن نقول شيعه الآلاف من أبناء سيناء وعلى رأسهم محافظ شمال سيناء. عايز تجيب بقى كلمة بتاعت أخوه أو والده أو كلمة والده، ماشي، مفيش مشكلة. مش عايز تجيب، خلاص أنا كده تمام. خلاص كده. برضو دي لخص قصة الشهيد النقيب محمود ماجد. حضرتك قلنا زي ما اتفقنا كده نطلع الزمن، الأماكن اللي تدار فيها القصة، طلع الأحداث بالترتيب، تبدأ حضرتك ترتبهم كده في دماغك، طلع المشكلة والعقدة والحل. هنا يا شباب أنا عامل لكم اختبار شامل، تقدروا بعد ما تذاكروا تحلوا الاختبار وتشوفوا الاختبار. هيبقى شكل الامتحان بالظبط، هيبدأ بنص الاستماع، اختيارات وصح وغلط. بعد كده هيبدأ معاك إملاء، هيبقى في قطعة إملاء هتتملاها. وبعد كده القراءة بنفس الشكل. بعد كده موضوع القراءة التاني. بعد كده هيجيب لك قطعة من النص الشعري وعليه الأسئلة. وبعد كده النحو. وبعد كده الخط والتعبير الكتابي، هيجيب لك فقرة ويقول لك لخصها في سطرين في 3 سطور، مش هيبقى أكتر من كده. وإن شاء الله تقفلوا ونكون قدرنا إن احنا نلم لكم المنهج ونراجع لكم على كل الأجزاء. طلب أخير بعد إذنكم تكملوا حل، حملوا الملزمة، حلوا الإجابات موجودة، هحمل لكم الإجابات برضو وطبقوا، حلوا الاختبار. في النهاية برضو في اختبار إلكتروني تقدروا تصوروا الكيو ار كود اللي موجود دوت اهوت، انا بعت دوت لو عايز حد يصوره.
الكيو ار كود ده ممكن نصوره، هيديني على طول، هيطلعني على اختبار على الوحده، اختبار صغير قوي 20 سؤال، نقدر نجمع فيه نشوف احنا استفدنا قد ايه من حصه النهارده. واشوفكم على خير باذن الله عشان نكمل منهجنا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.